وراح أبدأ بأول طبق اللي هو وردات المنتو. مقاديرها سهلة وحتى شغلتها إن شاء الله بسيطة، ما راح تاخذ معي نص ساعة. أهم شيء لحمتي فريش، بصل مفروم فرم ناعم، وبهاراتها مرة بسيطة، ملح فلفل أسود كمون فقط، وبستخدم معها كريمة طبخ. أبى أحط البصل المفروم على اللحمة وزي ما انتم شايفين كل شيء ني. أبى أحط الملح ونفرك زين، الفلفل الأسود ويكون فريش والكمون، بس كذا. نخلط حشوتنا زين وبنبدأ نشتغل مباشرة وفرني حار. حطيت كمية من اللحم المفروم خفيفة مرة في نص عجينة السمبوسة، ثنيتها بهالشكل ولفيتها رول زي الوردة زي ما انتم شايفين. والحين بعد ما اكتملت صينيتي كاملة، شوفوها كيف زي الوردات الجميلة، أبى أحط معها تقريبا نص كوب كريمة طبخ بهالشكل. أحرص أنه يوصل لقاع الصينية وبدخلها الفرن. أبى أكتمها بقصدير وأدخلها على نار هادية. أبدأ بالشوربة، نقطة زيت وبحمس معها ثوم وزنجبيل. ما أبيهم يتحمرون، بس تطلع ريحتهم كذا. أبى أضيف الدجاج نقطع قطع صغيرة، وبحمس بشوية فلفل أسود. أبى أجل الملح إلى بعد إضافة الصويا لأن الصويا عندي مالحة، بس بشوية فلفل أسود. أبى أجل الحين بعد ما تحمر الدجاج أخذ لون ذهبي حلو، أبى أضيف الجزر، الفلفل والمشروم. أبى أجل الملفوف الأبيض للأخير لأنه يدبل بسرعة، وبحمص. بعد ما دبلت الخضار شوي ببدأ أتبل بالصوصات اللي هي الهوت ريد تشيلي ربع كوب صويا مالحة، أنا أستخدم كوكومان مميزة بصراحة. نص ربع الكوب أضافة خل الأرز تقريبا ملعقتين، وملعقتين صويا حلوة معتدلة. الحين يجي وقت الموية المغلية اللي فيها كل المكونات. تقريبا أبى أحط لتر وشوي، يا سلام على الريحة. الحين جاء وقت الملفوف الأبيض، أضيفه وياخذ غلوة مع كل الشوربة. الحين جاء وقت الملفوف الأبيض، أضيفه وياخذ غلوة مع كل الشوربة. الحين جاء وقت الملفوف الأبيض، أضيفه وياخذ غلوة مع كل الشوربة. الحين جاء وقت الملفوف الأبيض، أضيفه وياخذ غلوة مع كل الشوربة. الحين جاء وقت الملفوف الأبيض، أضيفه وياخذ غلوة. والحين في نص كوب موية أبى أذوب ملعقة نشا أبيض وبحطها على شوربتنا. والحين أبى أحط النشا اللي ذوبته وممكن نضبط الملح. الحين أبى أحط بعد ما ثقلت شوي شوربتي تجانس كل شيء. آخر شيء أبى أخفق لي بيضة زي ما انتم شايفين، وبحطها وهي تركي. ضروري والشوربة تغلي عشان تعطيني القطع البيضة الجميلة اللي تجربونها بمطاعم الصينية، وترى ما فيها أي زفاف أبدا أبدا، ثقوا فيني. ويبقى عندنا بس البصل الأخضر. الحين أحط البيض وأحرك بسرعة. الحين شوربتنا جاهزة للتقديم. أحط آخر شيء البصل الأخضر وأطفي عليها، باقي إضافة بس عصير ليمون، ولا أطلق مطعم صيني. أضيف عصير الليمون ويلا على السفرة.